السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حبيت اعرفكم بنفسي. انا نانا ملكة السلاحف. طبعا في ناس كتير جدا عارفاني، بس انا بتكلم عن الناس الجداد اللي لسه داخلين عندي الصفحة. ولسه مشترين سلاحف يعني جديد وما عندهمش فكرة عن تربية السلاحف. فحبيت طبعا ان انا اشارككم تجربتي. انا بربي سلاحف من زمان جدا، والحمد لله رب العالمين. يعني عاملة فيديوهات عن علاج السلاحف، وكمان عن ازاي نربي التربية الصح للسلاحف، وكمان ازاي نقدر نخلي السلاحف نحضن البيض بتاعها والبيض يفقس بمنتهى السهولة. كل حاجة هتلاقوها عندي على قناة زقزوق وزقزوقة مع نانا. حبيت اتواصل معاكم هنا على الصفحة عشان طبعا الأخطاء المنتشرة جدا والإهمال، وطبعا قلة تخصص الدكاترة البيطريين ليهم. بس هم مش تخصص سلاحف، تخصص حيوانات تانية سلاحف، وده اللي بنعاني منه. فرجاء يعني مع احترامي لكل البيطريين اللي ما عندوش فكرة عن تربية السلاحف أو علاج السلاحف، يا ريت يعني ما يعالجش بعلاج الحيوانات، سواء قطط أو كلاب أو طيور او مواشي، لو سمحت من فضلكم، لان بتجيلي شكاوي كتير من الموضوع ده، والسلحفة للاسف بتموت. فانا بنقل لكم تجربتي انا الشخصية مع السلاحف بفيديوهات عملي، والعلاج بوريه لكم قبل وبعد السلحفة بيحصل لها ايه. فالحمد لله رب العالمين، طبعا التوفيق من عند رب العالمين في الاول وفي الاخر، وطبعا التجربة خير دليل، والخبرة طبعا فدي اهم شيء. فحبيت ان انا انقل لكم التجربة بتاعتي. والهدف الاول من القناة او الصفحة دي ان احنا نحافظ على السلاحف من الموت ومن الانقراض. بحبكم في الله. اكتبوا لي في الكومنتات نوع السلحفة بتاعتكم، ويا ترى السلحفة بتعاني من حاجة معينة ولا ايه، وتحت امركم في اي وقت هتلاقوني برد عليكم على طول. في انتظار تعليقاتكم. السلام عليكم.